السلام عليكم ومرحبا بكم جميعا. نهاية أسبوع حارقة، موعد أقوى نزالات الوزن الثقيل في رياضة الكيك بوكسين على الإطلاق. المغربي بدر هاري ضد الروماني بنجامين أديكبوي، مواجهة انتقامية من العيار الثقيل. فهل سيستطيع بدر الانتقام من أديكبوي أم سيفوز بنجامين على بدر كما فعل في نزالهم الأول؟ تابعوا هذا المقطع الشيق لمعرفة تفاصيل أكثر حول هذه المعركة الطاحنة. قبل البدء لا أوصيكم وفضلا اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديدنا، كذلك ضعوا إعجابكم بالمقطع لينتشر بشكل أكبر. بدر هاري بعد أن ظن الجميع بأنه سيتوقف عن القتال بشكل نهائي، فاجأ الجميع بعودته للحلبة مجددا، وهذه المرة بدر سيكون في مواجهة انتقامية ضد الوحش الروماني بنجامين أديكبوي. فهذا المقاتل سبق وفاز على بدر هاري بالضربة القاضية التقنية في نزالهم الأول، وبعد فوزه على بدر في ذلك النزال اكتسب ثقة زائدة وقال بأنه أقوى مقاتل وزن ثقيل، وتجرأ على المقاتلين المغاربة لأن بدر هاري هو أسطورة في رياضة الكيك بوكسين. لذلك بمجرد أنه فاز عليه بالضربة القاضية أصبح اسم بنجامين معروفا في عالم الرياضات القتالية. لكن بعدما تجرأ على المقاتلين المغاربة جاء الرد من المغربي جمال بن صديق، حيث كسر شوكة الروماني وأنهاه بسلسلة لكمات متتالية في نزال صنف من بين أروع نزالات الوزن الثقيل. المغربي جمال عذب الروماني بنجامين كما ينبغي، بل وجعله يسقط أرضا بأعنف اللكمات، وذلك دون أن تصيب جمال أي لكمة. لكن فوز جمال على بنجامين لم يشفي غليل بدر هاري، لأن بدر يريد أن يحقق انتقامه من الروماني بنفسه، لذلك هو قد عاد من الاعتزال وقرر الانتقام من جميع المقاتلين الذين لم يستطع هزيمتهم سابقا، ومن بينهم الروماني بنجامين أديكبوي وريكو فيرهوفن. لكن قبل أن نخوض في الحديث عن نزال بدر ضد بيني، ما الذي حدث في نزال بدر السابق ضد الهولندي أليستر أوفريم؟ هذا النزال كان قد حسم لصالح الهولندي أوفريم، لكن بعد مرور أسابيع تم اكتشاف بأن أوفريم استعان بالمنشطات، لذلك فنتيجة ذلك النزال تم سحبها، وأصبح الآن أوفريم مهددا بالطرد من البطولة، ونتيجة النزال سيتم احتسابها فوزا للأسطورة بدر هاري. جلوري لم تتخذ أي قرار بعد، رغم أن كل تلك الاتهامات في حق أوفريم كانت صحيحة. ننتظر ماذا ستقول جلوري بخصوص هذا الأمر، فبسبب تلك الهزيمة بدر ظن بأنه لم يعد قادرا على المنافسة بسبب أنه هزم على يد أوفريم البالغ من العمر 42 سنة، وبدر يبلغ فقط 37 سنة. لكن بدر لم يكن يعلم بأن أوفريم كان يستخدم المنشطات من أجل القدرة على التحمل والقتال، لذلك قرر بدر العودة والانتقام من المقاتلين السابقين. بدر عاد بعقلية انتقامية يريد تدمير كل من استهزأ به، وقال بأن زمان بدر انتهى، فلا يمكن أن نذكر بأن بدر كان أقوى وأروع وأفضل مقاتلي الوزن الثقيل في السنوات السابقة، حيث كانت بطولة الكيوان آنذاك تضم مقاتلين لا يقهرون أبدا. كان بدر هو المسيطر على لقب الوزن الثقيل في ذلك العهد، ونحن محظوظون كونه لا زال يقاتل مجددا في عصرنا الحالي. لكم أن تتخيلوا هذا السجل القتالي المليء بالضربات القاضية، 96 ضربة قاضية، فلا يمكن لهذا المقاتل الذي لقب بالفتى الذهبي أن يستسلم وينهي مسيرته بهذه الطريقة. لذلك فنزال بدر ضد بنجامين سيكون نزال انتقامي مليء بالأحداث الشيقة، فبدر لن يرحم هذا المقاتل الذي استهزأ به سابقا. نتمنى كل التوفيق لبطلنا المغربي بدر هاري. أجيبوني من خلال التعليقات، من تتوقع بأنه سيكون الفائز وكيف ذلك، المغربي بدر هاري أو الروماني بنجامين أديكبوي؟ انتظروا إجاباتكم من خلال التعليقات. قبل نهاية المقطع، إن كنتم من محبي متابعة أخبار الرياضات القتالية فضلا اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديدنا، كذلك ضعوا إعجابكم بالمقطع لينتشر بشكل أكبر ويراه عدد أكبر من محبي القتال. كان معكم محسن، إلى اللقاء.